عارفه انت زعلتي يوسف ليه؟ لا مش عايزه اعرف. يا نعمة يوسف قال لي على كل حاجة. قال لك على كل حاجه؟ ايوه. قال لك ايه؟ قال لي انك بتعامليه بجفاء وانك ما بتدلوش وش خالص. انا حره، اديله وش ما اديلوش وش، ما حدش ليه عندي حاجه، زي ما انت حره بتعملي اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ امنيتك ايه؟ تهربيه؟ ما هوش عاجبك وعايزه تهربيه مش كده؟ كده ولا مش كده انا ماليش دعوه بيكوا خالص. من فضلك تعاملي خطيبي معامله كويسه حسب الاصول، فاهمه ولا لا؟ لما تعاملي انت الناس معامله كويسه بقيت تنتظري من الناس يعاملوك انت وخطيبك معامله كويسه. عن اذنك. وتفتكر هتكتب وتدخل امتى يا استاذ يوسف؟ قريب ان شاء الله 3-4 اشهر كده. ربنا يتمم بخير. ميرسي قوي يا استاذ كريم. محمود بيه، ايوه يا يوسف. انا عازمكم بكره على الغداء. يا سيدي مفيش داعي. مفيش داعي ازاي بقى؟ مش هحاول ارد شويه من كرمكم العظيم ده ولا ايه يعني؟ هترد ايه؟ هو في بيننا وبين بعض فرق؟ يعني ما تكسفنيش ارجوك بقى. خلاص امرك. مش عارفه والله يا محمود، كنا نعتذر. اعتذر ازاي بس؟ هو هيزعل وراجي هتزعل. معلش عشان خاطري. قوي قوي. انا ما قلتش حاجه، عشان خاطرك مش هروح عزومه، ده انا اروح نار جهنم. يا سلام يا نعناع على بقك اللي بينقط عسل. بقولك ايه، نعم. ما تيجي ناخد اجازه نتفسح في اوروبا شهر؟ بلاد بره، ما كفايه علينا اسكندريه. او تغيير يا نعمت. الرحلات دلوقتي في اوروبا لطيفه جدا. كلها اسبوع، خلص الشغل اللي ورايا ونحجز على طول. ده انا هفسحك فسحه هتحلفي بحياتها. انا ما احلفش غير بحياتك انت. تعيش يا نعناع. محمود انت جاهز؟ جاهزين يا راجل. يلا بينا. يلا يا نعمة اتفضلي. يوسف. ايوه. ايه اللي جابك في اوضتي؟ عايز ايه؟ عايزك يا نعمت. عايزك الشيطان عايز مني ايه؟ انت مش عايزه تريحيني ليه يا نعمت؟ اريحك في ايه بس؟ عايز مني ايه؟ انا يا نعمت مستعد اعمل المستحيل عشانك. انا مستعد. ويعني لما هتعمل المستحيل هيحصل ايه في الدنيا؟ حل عني. انا عملت كل ده عشانك يا نعمت. انت ايه؟ عايز تموتني؟ عايز تنقطني؟ انا عايز اعيش معاكي، عايز احبك وتحبيني زي الاول. حبك شيطان يا شيخ، روح يا مجنون. انا متجوزه، حرام عليك. لكن انا بحبك وانت بتحبيني. مين قال الكلام الفارغ ده؟ انت اللي قلتيه زمان. ضفر جوزي برقبه 50 واحد زيك. الله يسامحك، هستحملك عشان الغلطه اللي غلطتها في حقك. اسمع بقى، إيه؟ امشي اطلع بره، ولو جيت هنا تاني من غير ما تكون راجيه هنا او محمود انا هفضحك، هقول لهم على كل اللي بتعمله، هروح فيك في 60 داهيه. انت فاهم ولا لا؟ ما تفتكرش اني هخاف منك، انا ههد الدنيا فوق دماغك ويحصل اللي يحصل، فاهم ولا لا؟ اسمعيني لاخر مره يا نعمه. مش عايز اسمع ولا كلمه. امشي بقى. انا بحبك حب مجنون فعلا يا اخي حبك 60 شيطان. انا خطبت راجيه مجرد حركه عشان اقرب منك. يا اخي روح عني، حل انت كل حياتي. بحبك يا نعمت. هعيش العمر كله في خدمتك. انا كل ما بشوفك كأنه كله بيتهز يا نعمت. اوعى يا مجرمه. راجيه بقى كده كنت بتعملي عليا حركات، بتلفي عليه من ورايا. يا راجيه انت فاهمه غلط غلط خالص. انا سمعت كل حاجه بوداني. بيقولك بحبك. لما بشوفك كل كياني بيهتز. طبعا ضحكتي على اخويا وخليتيه يتجوزك، وما كفاكيش كده بتلفي على خطيبي كمان. يا راجيه فهميني، الهي انت يخليك. تقفي مكانك ما تتحركيش. اخويا بيجرش العربيه، لازم يجي ويشوف كل حاجه بنفسه. يا راجيه ارجوكي فهميني، انا ما خدتش منك حد خالص، ده هو اللي انت ما تتكلميش خالص. تعالى يا محمود، تعالى الحق. ايه في ايه؟ تعالى شوف الكارثه اللي انت جبتها في وسطينا. كارثه؟ في ايه يا يوسف؟ قولي له يا ست هانم، اتكلمي قولي. يا راجيه اهدي اهدي، اسمع الهي محمود، يخليكي. اسمع. إيه انا في إيه؟ دخلت فجاه لقيت الهانم دهيت مسبله عينيها للبيه اللي واقع في شيخة غرامها حرام من زمان، عليكي. وبيقول لها بحبك، عيش العمر كله في خدمتك. بيقول لها انا لما بشوفك كل كياني بيهتز يا هانم، يعني بتخلي كل كيانه بيهتز. ايه اللي بتقوليه ده؟ هو ده اللي حصل. انا سمعت وشفت كل حاجه. حصل ولا ما حصلش؟ انت اتكلمي. يا جماعه حرام عليكم، في غلط في الموضوع. ايه هو الغلط يا ست هانم؟ اتكلمي. غلط ايه؟ موضوع ايه؟ اتكلموا فيه ايه يا نعمت؟ اسمع بس يا محمود، اهدى الهي يخليك. هو بقاله مده دلوقتي. انا هقول لكم على كل حاجه. هتقول ايه يا مجرم؟ هتقول ايه؟ الهي يجازيك. بصراحه انا بحبها من زمان وهي بتحبني. يا انما يا لهوي. اخرسي انت، اخرسي. خليه يكمل. قولي. ولما انت بتحبها ما ساعات هو في البيت أنا أصلي- كنت جاي بتخطبني ليه؟ عامل لي سلم. شايف يا محمود؟ شايف انت جبت لنا ايه؟ شايف البلاوي؟ نعمت عندك ايه؟ كده؟ قولي لي ايه اللي حصل يا نعمت؟ انت لسه عايز تسمع منها؟ اتكلم. انا اعرفه من زمان صحيح، هو من بلدنا، انما هي كانت بتحبني.
يا شيخ حرام عليك، يا شيخ حرام عليك، ده بيطاردني طول الوقت وانا واقفه قصاده يا محمود صدقني. ومحمود كان يعرف انك تعرفيه؟ يعرف انه من بلدكم؟ ان في بينك وبينه قصه حب؟ لما انت شريفه قوي وبريئه قوي ومظلومه كده، ليه ما قلتيش لجوزك يا ست هانم اتكلمي؟ يا اختي دي حكايه وفاتت وماتت، هقول ايه بس؟ ساكت ليه يا محمود؟ ساكت ليه؟ مستني لما تمرمط اسمك وتدوس على كرامتك؟ كرامتك؟ مستني عشان تدوس على بس كرامتك؟ يا راجل. صعبان عليك اكتشافك العظيم اللي خانك. اما اللي كنت متوقع ايه من خدامه زيها؟ خدامه تلمها من الشوارع. كنت متوقع ايه؟ انها تصونك وتحفظ كرامتك بس. انا مش هسكت، هتكلم وهفضل اتكلم وهتكلم وهتكلم. يا راجل عيب، يا راجل عيب. هو انت خليتي فيها عيب؟ انت لسه ليكي عين تتكلمي؟ ما تصوريش المسألة بالصورة دي. يا سلام. وانت يا جيران انت انا مش غلطان في اللي حصل طبعا. مدام واحده عندها استعداد، انت مالك انت؟ المفروض ان محمود بيه اخرس ولا هقتلك. لا ليه يا محمود؟ ما تضيعش نفسك علشانها، ما تضيعش نفسك. يا محمود أرجوك صدقني، أنا مش ممكن أخونك أبدا. ايوه يا اختي رجعت مسكني تاني، رجعت مسكني. أنا ما بتمسكنش يا راجية، ما تخليش الحقد يحوش عنك الحقيقة. ده إنسان معدوم الضمير يا جماعة، أنتوا مش عارفين. انا عايزه اعرف دي انت عايزه ايه دلوقتي؟ ها؟ ما انت شايفه الحاله اللي فيها محمود، انت ايه عايزه تموتيه؟ أنا اللي هموته، ده بس انا بقول لك حرام قدامها عليك. بقول لك قدامها انت اللي غلطان. كان لازم تعرف من الاول ان في حاجه اسمها اصول، في حاجه اسمها عيله، في حاجه اسمها حسب ونسب. غير كده اهوت يبقى كل اللي بتبنيه من غير اساس. انت فاهم ولا لا؟ محمود يا حبيبي، مالك يا اخويا؟ محمود مالك؟ اتكلم يا محمود. في ايه؟ في إيه يا محمود؟ اوعي بعيد ايدك عنه، شيلي ايدك ما تلبسوش. امشي اطلعي بره، اطلعي بره. هطلع بره، مش هعيش في البيت ده تاني. بس ارحميني، ارحمي اخوكي محمود، عايزه افهمه بالظبط. ادوني فرصه يا ناس، حرام عليكم. البني ادم ده طول عمره اذيني في حياتي. البني ادم ده زي ما يكون الشيطان بعته عشان ينتقم مني، من عمله ما عملتهاش. محمود يا محمود الهي يخليك تفهمني. محمود سيبيني. يلا اطلعي بره. انت عايزه تموتيني اخويا؟ بره. وانت كمان اطلع بره. اطلعوا على بعض واطلعوا بره. سلامتك يا ابني. وعلى كل حال الحمد لله اللي خلصت منها. هو دي الكلب عمره يتعدل؟ ارجوكوا، انا مش قادر اصدق. ده احنا هنجوزك بنت الاصول بصحيح، ساعتها راح تحس انك متجوز. ارجوكي يا عمتي، ارجوكي. خلاص يا عمتي بقى. حاضر يا بنتي. بس يوسف ده طلع مش حاجة هو كمان، والحمد لله ان ربنا كشفولك. ارجوكوا، عايز اقعد لوحدي. عنده ايه يا دكتور؟ مش عارف حقيقي، مش عارف. بكره نعمل له التحليلات اللازمه وبعدين نشوف. اذا كان علاجه محتاج اننا نسفره بره مفيش مانع. برضه بعد ما اشوف التحليلات. يا دكتور ده بيخس بشكل فظيع. المهم حافظوا عليه قوي وعلى مشاعره. طبعا يا دكتور. ازايه دلوقتي؟ اهو ربنا يعمل اللي فيه الخير. لو سمحت اديني الخط البياني بتاع المشروع الاخير. اهو اتفضلي يا راجل. لا ده كويس قوي، هعتمدهولك. هو مفيش اي امل انه ينزل قريب؟ لا يا استاذ كريم، زي ما انت شفت هو نفسه كاره كل حاجه. لا حول الله. اديني بحاول احل محله عشان لما يقوم بالسلامه ما يلاقيش الدنيا كلها خربت. انا اسفه، البركه فيك انت على كل حال. بالعكس، وجودك في العمل مهم جدا يا راجل هانم. ميرسي قوي. اديني بقى شيكات علشان امضي لك عليها، وتعالى عشان ننزل نشوفه. انا عارف ان محمود بيه عنده عزيمه قويه، وضروري هيتغلب على كل الازمات دي ان شاء الله. الو، منزل الاستاذ محمود؟ ايوه. هو موجود؟ مين عايزه؟ الست بتاعته عربيه دستها. ايه؟ هات اللي عندك يا زمان،